تحت شعار إعادة الاعتبار للفعل السياسي، الانفتاح والحوار من أجل الاستقرار والإصلاح، نظم اليوم لقاء لأعضاء تكتل الاستقرار والإصلاح بولاية المدية، الذين ركزوا على ضرورة توعية وتحسيس الشباب والعنصر النسوي بأهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية بقوة، وذلك لبناء جزائر حرة وقوية. لقاءنا اليوم في إطار حملة مسبقة للتوعية والتحسيس. جيناكم كوطنيين، جيناكم كأبناء الجزائر باش نوعيو بعضنا البعض بأهمية الاستحقاقات القادمة، استحقاقات سياسية وانتخابية، وكذلك مواطن واعي ومدرك لدوره المحوري والرئيسي ليحفظ بلاده ويطورها ويعزز من المكاسب نتاعها. من خنش